السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي قناة سلام الإعلامية حول العالم. يتجدد لقاء فيكم اليوم في شهر رمضان المبارك. سبحان الله، مضى منه أسبوع وإحنا في موضوع جديد أو في حديث جديد عن نساء صنعنا التاريخ. طبعا إحنا المرة الماضية تكلمنا عن أولى النساء التي دخلنا التاريخ، كانت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. وإحنا ذكرنا إحنا الهدف من ذكر النساء التي صنعنا التاريخ أنه كثير من النساء يظنوا أنه التاريخ خلاص، يعني ما حد يدخل الآن أو لن يدخله من النساء إلا ما قد سلف. لكن طبعا بإمكاننا نحن كمان نصنع التاريخ من خلال الاقتداء بهؤلاء النساء الصالحات، من خلال جعل هدف لحياتنا، من خلال جعل رسالة لحياتنا. ولما نقول هدف ورسالة، نحن مو قصدنا الكلام الكبير اللي دائما نسمعه في الحياة، إنما من خلال أنا اليوم كيف أتعامل مع أولادي، كيف أربي أولادي، كيف أتعامل مع زوجي، كيف أتعامل مع الناس، إيش الهدف من تعاملي مع الناس بهذا الشكل، مين هم قدوتي في هذه التعاملات. بهذه الطريقة أنا أقدر أدخل التاريخ. إيش معنى الدخول في التاريخ؟ معناها أن أنا أترك بصمة وأثر، معناها أن الناس لما تتكلم يقدروا يأخذوني كمثال. اليوم لما يجي يتكلموا فلانة والله كانت تسوي كذا وكانت تفعل وكانت تفعل وكانت تفعل. وهذا الذكر لا يأتي إلا من خلال القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الله يعني للنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ورفعنا لك ذكرك. فالذكر المرفوع هذا يعني حتى للمؤمن قد يصيبه وقد يحصل عليه من خلال الهدف فقط في هذه التعاملات. اليوم راح نتكلم عن بعض النساء ممن تركوا بصمة في التاريخ، لكن نحن طبعا ما نعرفهم بسبب أنه ذكرهم قليل أو ممكن مواقفهم قليلة. وإحنا في الحقيقة ما نحتاج أن يكون في الحياة أساسا في قصة طويلة عشان نأخذ منها العبرة والعظة، ولا نبغى قصة لامرأة كالسيرة النبوية حتى نحن ندرك أنه هذه المرأة عظيمة أو إنها امرأة خالدة أو صنعت التاريخ. نحن نحتاج موقف فقط، موقف من المواقف التي تحدث في حياة النساء. فعندنا احنا مثلا من النساء أنه من هي فكانت إيش؟ حنونة جدا على ولدها. ولما نقول حنونة وليس بمفهومنا احنا، إنما كان حنان للتربية وللتأهيل. فعندنا هنا مثلا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندنا أم هانئ. أم هانئ هذه كانت امرأة اعتنت بالنبي صلى الله عليه وسلم في طفولته وساعدت على تنشئته تنشئة الصالحة في الرعاية. فهي كانت بحبها وعطفها ورعايته كانت له خير أم بعد وفاة أمه وهو صغير. أم هانئ رضي الله تعالى عنها هي ابنة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمها هي فاطمة بنت أسد. دخلت الإسلام ولم يسلم زوجها. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم زوجها، ففرقهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت لرعاية أبنائها. النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لنفسه. عندما سألها خطبتها لنفسه قالت سبحان الله، إدراكها لمهمتها كزوجة لرجل عظيم كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قالت له يا رسول الله إنك لأحب الناس إلي، وإنك لأحب إلي من سمعي وبصري، لكن حق الزوج عظيم، فأخشى إن أقبلت علي كزوج أن أضيع بعض شأن أولادي، وإن أقبلت على ولدي أضيع حق زوجي. يعني إيش قالت له؟ قالت له إنه أتزوجك هذا أمر عظيم جدا وأنت أحب الناس إليه، لكن إذا قبلت بك كزوجة وقمت بحقوقك أضيع أولادي، أخاف أضيعهم، وإذا أقبلت على أولادي واهتميت فيهم أخاف أضيع حقك من عظم الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم تركها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش عنها؟ إن خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش، أحناها على ولد في صغره وأرعاها على بعل في ذات يد. وكانت هذه المرأة امرأة قوية جدا،
فكانت من النساء الأوائل التي دخلنا التاريخ، فكانت تجير الخائف في الجاهلية، يعني من قوة شخصيتها أنه إذا جاء إنسان خائف يستجير بها ويحتمي بها كانت تجيره. ما كانت تقول مثلا أنا امرأة وما يحتاج أقول زي كده ولا أفعل إيش عندي، أنا امرأة ضعيفة، لا، كانت تجير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت في الإسلام وجاء بعض من رجال قومها في الجاهلية واستجاروا بها حماية لهم حتى لا يقتلهم المسلمين، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إنني قد أجرت فلان وفلان وفلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وآمنا من آمنت فلم يقتلهما، إكراما لها ولمكانتها، لأنه هي أظهرت شخصيتها، أظهرت حنوها على أبنائها ورحمتها على قومها وعلى بني قومها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمها بهذا الكلام. طيب، فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثير من الأحاديث، وكانت لها منزلة في الإسلام عظيمة جدا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لها لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فهذه المرأة بهذا الموقف هي دخلت التاريخ وسجلت فيه، وما احتاجت وقت طويل جدا حتى يذكرها التاريخ بهذا الموقف العظيم جدا. طبعا لما نجي نتكلم عن هذه المرأة ببساطة جدا، احنا قلنا أنه الإنسان يدخل التاريخ بعمل بسيط، وهذا الفعل هو تحديد لمسارها. لما هي حددت قدراتها وحددت إمكانياتها ورسمت لنفسها الطريق مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدم الزواج به، لكن بشخصيتها القوية وقفت هذا الموقف في أن يكون لها دور وشأن عظيم جدا. هي هنا رسمت ودخلت التاريخ بأن المرأة تستطيع أن يكون لها أثر في أي فعل في تقوية الإسلام. عندنا المرأة الثانية التي ذكرت في التاريخ ودخلت التاريخ كانت اللي هي لبابة بنت الحارث أم عبد الله ابن عباس. طبعا التراجم تذكر أنه هما امرأتان، يعني أو هما أختان، اسمها لبابة الكبرى ولبابة الصغرى. واحدة منهم كانت أم عبد الله بن عباس اللي هو حبر هذه الأمة، والأخرى كانت أختها الصغرى. فكانت أنه أسلمت بمكة بعد خديجة بنت خويلد، وكان لها مكانة عظيمة جدا بين نساء المسلمين، وكان يقال لها أنها أكرم الناس أصهارا ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها العباس، وتزوجها يعني بعد وفاة والعباس تزوج يعني هي تزوجها العباس رضي الله تعالى عنه. فكانت هذه المرأة اللي هي إيش، اللي هي أم عبد الله بن عباس، لما جاءها هذا الولد الصالح كانت ترجو أن الله سبحانه وتعالى يكرمها به، وأن يعينها على تربيته حتى يكون الولد الصالح الذي تحبه والذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فكانت حانية عليه وتربيه وتعتني به وتعلمه حتى أصبح حبر هذه الأمة. وكانت تقول دائما يعني ثكلت نفسي، يعني إذا ما ساد العرب كلهم. هذا الهدف اللي كانت تعيش من أجله. كانت تعيش من أجل أنه مو ولدها يكبر وتعامله كما يعامل الأمهات أبنائهم، لا، إنما رسمت هدف لنفسها مع ولدها هذا، أن يكون يسود الناس ويكون حبر هذه الأمة. بهذا الموقف فقط هي دخلت التاريخ وصنعت التاريخ من خلال ولدها. هل كان صناعة التاريخ هنا هو هدف لها؟ لم يكن لها هدف، إنما كان هدفها أن يكون لها سهم في هذا الدين العظيم، في أن يكون لها موقف. المرأة احنا ذكرنا دائما ودائما نذكر أنه كانت في الجاهلية قليلة الحظ وقليلة المكانة وقليلة القدرات، وما كان تملك حتى نفسها. فلما جاء الإسلام أكرمها، ولما أكرمها ساواها بالرجل في كل شيء. فهي لما شافت الكرامة والمنزلة التي أعطاها إياها والمساواة التي حصلت عليها، جعلت لنفسها هدف تعيش من أجله. هذا الهدف كان أكبر من أنها تكون مجرد زوجة، كان أكبر من أنها تكون مجرد أم، كان أكبر من أنها تكون مجرد ابنة، إنما أن تكون لها سهم في الخير. فكانت هي الأم التي تربي ولدها حتى يشب ويفيد وينفع الإسلام والمسلمين.
وكانت هي الأخت التي وقفت بجانب أخيها لمن وقف بالحق أو مع الحق ومع النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هي الابنة التي ساندت أباها في دعوته أو في وقوفه مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت كابنة مثل أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، كانت تصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل، وكانت تأخذ لهم الطعام وتشق نطاقها حتى سميت بذات النطاقين. هذا هو الموقف الذي اتخذته ودخلت به التاريخ. وذكروا أنه حتى كان عمرها صغير جدا، ممكن 9 سنوات، 9 سنوات، لكنها أرادت أن تخلد في التاريخ وأن يكون لها سهم في الخير. فكانت تحمل الطعام إلى أبيها والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا في الجبل، وكانت تخفي أمرهم عليهم حتى استطاعوا الهجرة إلى المدينة. وكانت أماً اعتنت بأبنائها في تربيتهم وتنشئتهم. فكانت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عندما كبر قليلا أخذته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا نبي الله، خذه يكون لك خادما. لكن هي لما أرادت أنه يكون خادم النبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل كان أنس بن مالك كان أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت أما أيضا مثل عبد الله بن عباس، إنما رسمت لنفسها هدف مع ولدها أن ينفع به الإسلام، وكانت تقول: ويحه إن لم يسد الناس. فكان هو حبر هذه الأمة، وكان أصغرهم سنا لكنه كان أكثرهم علما. هذا موقف سجلته المرأة المسلمة. وعندما أصبحت زوجة كانت في ظهر زوجها، تقف معه، تشاوره ويشاورها ويرجع إليها. وكان عندنا من نساء السلف الصالح الكثير جدا من هذا. نذكر منهم أم سلمة رضي الله تعالى عنها في قصة الحديبية أو صلح الحديبية، عندما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد مكة لدخول مكة، فلبس المسلمون كلهم ثياب العمرة لدخولها. فعندما رجعوا ولم يستطيعوا دخول مكة، الصحابة صعب عليهم أو مهن عليهم أنهم يرجعوا من أطراف مكة إلى المدينة، وما دخلوا للعمرة، وما دخلوا يعني بقوة في مواجهة الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتار، مهما يعني كلمهم لم يكن يسمعوا له. فدخل في ذات يوم على أم سلمة هند رضي الله تعالى عنها وسألها وأخبرها عن هذا الحال. فقالت: يا نبي الله، أخرج إليهم فاحلق شعرك وإذبح هديك، يعني بدون ما تكلمهم. فعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي على صحابته وشافوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم حلق وذبح، تلقائيا هم قاموا حلقوا وذبحوا وعادوا إلى المدينة. هذا كان موقف أم سلمة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ما رضيت ولم ترسم لنفسها أن تكون مجرد زوجة أخذها زوجها في رحلة إلى مكة أو لدخول مكة للعمرة، إنما كان لها رأي وعقل. وهذا الشيء أدركته المرأة عندما جاء الإسلام وكرمها ورفع منزلتها. إذا قلنا إحنا أن المرأة الدور اللي هي تحدده لنفسها هو الذي يجعلها تدخل التاريخ ولا ما تدخل التاريخ. ليس صناعة التاريخ حكر على الرجال، وليس هو للمهمات الصعبة، إنما من دورها من خلال كونها أم أو بنت أو زوجة أو أيا كان مهمتها، حتى لو كانت جدة، هي تصنع التاريخ من خلال موقف فقط، من خلال التربية، من خلال الفهم العظيم جدا لموقفها هي ودورها هي. نحن اليوم لما نقول النساء يعني نرجو أن يكون لهم بصمة، مو قصدنا أن يكون لهم بصمة في إخراج الناس مثلا أو إخراج النساء من حالة اللي هو الجهل فقط للعلم، إنما في التأثير عليهم، أنهم يكونوا من النساء المؤثرات، النساء المغيرات لهذا الواقع، أنهم يكونوا من النساء اللواتي يصنعن شيء مختلف من خلال هويتهم الإسلامية، من خلال قدوتهم نساء السلف الصالح. من خلال هذه القصص نحن نستلهم فقط ونعرف كيف نقدر نصنع التاريخ. اليوم لما تكون الوحدة تروح المدرسة مثلا مع طالباتها ولا كمعلمة أو كطالبة، هي تصنع فرق من خلال التزامها بدينها، من خلال التزامها بحجابها، من خلال إظهار هويتها كمسلمة، من خلال العلم الذي تحمله وتربطه بدينها.
من خلال الثقافة التي تحملها، التي تتجسد في سلوكها هي، من خلال ما تنفع به الناس. هذا هو دخول التاريخ أو صناعة التاريخ. أصنع اليوم شيء مختلف في بيئتي أنا، في مجتمعي أنا، من خلال إيش؟ التأثير عليهم، من خلال فرض رأي عليهم أو الرأي الصحيح وتعليمهم وإرشادهم وتوجيههم في هذه الحياة. هذا هو دور المرأة. ودور المرأة هذا لما نقول عليه هو في وسط النساء، في وسط النساء الضيق جدا، لأن هؤلاء النساء، نساء السلف الصالح، كان دائما يحملوا العلم في أوساطهن. فكانت واحدة من النساء مثلا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي قالت له إيش؟ أنا وافدة النساء إليك يا رسول الله. فسألته عن أسئلة النساء يجدوا حرج أنهم يسألوه، قد ذهب الرجال بالأجر فماذا لنا؟ فشرحت هي حال النساء إيش هو، وهمتها هي في إنها تعرف إيش موقفها هي في هذه الحياة. إذا كان الرجل اليوم يخرج للجهاد والقتال ويتعلم العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس في المجالس ويحضر كل دروسه ويحضر كل المجالس الخير، إذا نحن النساء في البيوت هل ليس لنا أجر في هذا كله؟ طبعا نحن نفكر نفس الطريقة الآن في واقعنا الحالي، هل لنا أجر ولا ليس لنا أجر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنه إيش؟ أنه بقاء المرأة في بيتها وحسن تبعلها وتربيتها لأبنائها والقيام على شؤون البيت كله يعدل ذلك كله، حتى يعطي المرأة فرصة وتفهم أنه في الحياة الآن في فرص أخرى للنساء، وليس هي مشاركة الرجال في الحياة العامة وليس مخالطتهم، إنما في هذا المجتمع الصغير، في هذا العالم الصغير، عالم المرأة داخل البيت مع أولادها، هي تقدر تكون مؤثرة. اليوم لما تعتني المرأة بتربية أولادها وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وأن تضع لهم هدف ونية مع الله سبحانه وتعالى أن يكونوا كرجال السلف الصالح، علما وأدبا وخلقا وحكمة، معناها هي حتبذل جهدها كله في استثمار كل شيء لهؤلاء الأبناء. معناها أنه أبنائها راح يكونوا بإذن الله تعالى مثل أبناء الصحابة، مثل أبناء السلف الصالح، لأنه هذا جهدها هي. ابن تيمية من الذي ربه؟ ابن تيمية لم يربيه إلا أخته. طيب ابن تيمية هو ابن أخته اعتنت بتربيته وتعليمه وتوجيهه وإرشاده، لذلك كان فيه خير عظيم جدا لهذه الأمة. بهذه الكيفية فقط المرأة تستطيع أن تدخل التاريخ، من خلال أبنائها، من خلال زوجها، ومن خلال دعمها لزوجها، من خلال حسن صحبته، من خلال تهيئة البيت، من خلال تهيئة الحياة، حتى يستطيع هذا الرجل أن يعيل المرأة ويعيل أبنائه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. كانت المرأة من النساء السلف الصالح عندما يخرج زوجها للعمل تمسك بتلابيب ثوبه وتقول له: اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. هذا موقف سجلته هذه المرأة المجهولة في التاريخ، لكن هذه الكلمة دخلت بها التاريخ وصنعت فرق معين. الآن عندما يأتي الرجال ويصب الغضب على المرأة أنه المرأة متطلبة والواقع الحالي يلزمنا أن نحن نعمل هكذا ونعمل هكذا، ويدخل المال الغير حلال أو المال الذي فيه شبهة لأبنائه، من الذي وراءه؟ هل هي هذه المرأة أم هذا الرجل؟ بطبيعة الحال نحن نقول إذا كانت المرأة تتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الزوج، فهي إذن سوف دائما تذكره بالله سبحانه وتعالى. بهذا الموقف هي تدخل التاريخ وتحمي نفسها وتحمي أبنائها من أن ينبت جسدهم بالحرام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وقال: أي جسد نبت من سحت فالنار أولى به. السحت ما هو؟ المال الحرام، المال الذي فيه شبهة، المال الذي يغضب الله سبحانه وتعالى. إذا نحن نرجع نقول دخول التاريخ أو النساء التي صنعنا التاريخ ما كانت بقصة طويلة وما كان بحدث كبير، إنما كان بأشياء بسيطة جدا، لكن كان لها أثر عظيم جدا وصنعت فرق عظيم جدا، وكان لها أثر واضح جدا في حياة الناس، أثر واضح من خلال الأبناء، من خلال الزوج. المرأة اليوم لما يكون عندها علم تحمل هذا العلم لأخواتها من النساء، للنساء العائلة، للصديقات، لمن تحتاجه من النساء، هذا الرأي والعلم والمشورة هي تصنع فرق، هي تصلح البيوت. اليوم المرأة إذا عندها علم تستطيع أن تفيد به أختها، في هذا العلم هي تأخذ ثوابه ويظهر أثره في أختها وفي أهلها وفي عائلتها وفي أبنائها. بهذه الكيفية فقط نحن نعرف أن نحن نقدر ندخل التاريخ.
إذا صناعة التاريخ نرجع نقول ونأكد عليه ليس بأشياء كبيرة، وما في داعي نحن نتصور أن صناعة أي شيء هو شيء كبير جدا، إنما هو بترك أثر وبصمة في هذه الحياة. طالعين فاصل وراجعين لكم بعد الفاصل نكمل كيف دخلت المرأة أو كيف تستطيع المرأة أن تصنع التاريخ وتترك أثرا فيه وبصمة، فلا تروحوا بعيد. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. رجعنا لكم بعد الفاصل. كنا احنا وقفنا في صناعة النساء التي صنعن التاريخ. طبعا نحن لما طرقنا لهذا الموضوع احنا كان مقصود ان احنا نخليه سلسلة للنساء، لكن حبينا احنا نلفت النظر انه ما تكون الشغلة او الامر او الموضوع مخصص فقط للنساء وفي نطاق صعب جدا وغير ممكن تطبيقه، إنما إحنا قصدنا فيه إن إحنا فقط نذكر. إحنا أكيد في بيوتنا وعائلاتنا مع نساء في اللي نعرفهم، في كثير من النساء نذكر نحن لهم فضلهم ونذكر مواقفهم ونذكر تعليمهم ونذكر حرصهم. هذا كله هدول النساء هم دخلوا التاريخ من خلالنا. إحنا اليوم لما نتعلم علم جديد أو نتفقه أو نحل مشكلة من خلال رأي يوجه إلينا من امرأة، معناها نحن قاعدين نأثر ونؤثر في الآخرين، معناها نحن قادرين بإذن الله تعالى نحن نكون كنساء السلف الصالح، النساء المؤثرات، النساء المغيرات، النساء التي يتركوا أثر. طبعا المرأة إحنا دائما نذكر ليس حياتك هو فقط في داخل بيتك، إنما يكون أوسع من كده من خلال النية وعقد النية مع الله سبحانه وتعالى، من خلال فهمك، من خلال علمك، من خلال إدراكك، من خلال وضع أهداف كبيرة جدا، أهداف حقيقية في الحياة تترك أثرها وبصمتها في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تترك بصمتها حتى عندما تموت المرأة. نحن اليوم لما نتذكر نساء السلف الصالح، لما نتذكر السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، نذكرها بمواقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما ساندته بمالها وبموقفها فيه وفي دعوته في البداية وبإسلامها وبالحبس معه في شعب أبي طالب حتى وفاتها رضي الله تعالى عنها. لما نذكر السيدة عائشة نتذكر أن السيدة عائشة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 3000 حديث، يعني معناها أنه هي كانت تشغل نفسها بأنها تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعلم الآخرين، وكانت حسنة الصحبة معه، وكانت تعلم النساء الأخريات هذا العلم كله. لما نذكر أم سلمة رضي الله تعالى عنها نذكر موقفها من النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية وموقفها في الرأي الذي أعطته النبي صلى الله عليه وسلم. لما نذكر اليوم أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها نذكرها كفتاة صغيرة كانت تصعد بالطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار عندما كان في الغار مع أبيها في هجرته للمدينة المنورة.
لما نذكر أي امرأة في التاريخ الآن، التاريخ الإسلامي، نذكر النساء اللواتي أحدثن فرق، النساء اللواتي أوجدنا التعليم. فاطمة الفهرية مثلا كامرأة مسلمة أنشأت جامعة القرويين في المغرب، أنشأت هذه الجامعة الإسلامية وهي تربي أبنائها لتكون هذه الجامعة من أجل المسلمين والمسلمات لكي يتلقوا فيه العلم. لما نذكر إحنا النساء، نذكر النساء الخالدات اللواتي تركنا أثر أكبر مما كنا يظن، يعني أكبر من تفكيرها في بيتها، أكثر من تفكيرها في نفسها، في زوجها فقط، في محيطها الضيق، إنما إنها شافت نفسها عندها القدرة والمؤهلات والإمكانيات والهمة والهدف إنها تكون امرأة نافعة، امرأة مختلفة، امرأة لها رأي، امرأة تؤثر في المجتمع وتغير فيه، امرأة تخرج على النساء لتنشر الخير، لتنشر العلم، لتنشر الإسلام الصحيح الذي تحتاجه النساء. هذا الأثر لما تقوم به المرأة أو تتركه وهي تنوي فيه نية صادقة أن يكون لله سبحانه وتعالى، يخلدها التاريخ. التاريخ يقلد النساء الصالحات والنساء الغير صالحات. آسيا زوجة فرعون ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن أنها كانت هي المرأة الوحيدة المسلمة ورأت ما كان يفعله، لذلك حتى لما أسلمت وعرف بها فرعون عذبها عذابا شديدا حتى بشرها الله سبحانه وتعالى ببيت في الجنة. امرأة لوط أيضا خلدها التاريخ، لكن تخليده كان تخليد سيء، أنه هي كانت تعين قومها على ما كانوا يفعلون فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، فخلدها التاريخ بسوء فعلها. وامرأة نوح أيضا بكفرها بزوجها خلدها التاريخ. فحينئذ الخيار أمام المرأة، كيف تريد أن تخلد؟ كيف اليوم أنت كامرأة تبغي التاريخ يذكرك؟ التاريخ المقصود فيه الناس، كيف تبغي تذكرك؟ الناس اللي حواليك، أبنائك، زوجك، محيطك من النساء، عائلتك، كيف تبغي يذكروك كامرأة صالحة كان فيها خير وكان فيها علم وكانت مؤثرة، ولا تبغي يذكروك الناس والمجتمع وأبنائك أنها كانت امرأة مضيعة لهم، مضيعة لدينها، مضيعة لنفسها، مضيعة لزوجها؟ القرار هنا هو القرار التخليد بيد المرأة. كيف تبغى التاريخ يذكرك كامرأة مؤثرة، كامرأة فيها خير؟ معناها أنت لازم الآن تبدأي رحلتك في أنك تقتدي بالنساء الصالحات وتضعي لنفسك أهداف، وتبدأي من خلال هذه الأهداف ترسمي مسارك في الحياة وتمشي مع هذا الهدف إلى آخر يوم لك في هذه الحياة. مو مهم أن الإنسان يوصل للهدف، لكن إذا بدأ في رحلته للوصول للهدف معناه هو في خير عظيم جدا. فهنا إذن أنت قررتي تخلدي كامرأة صالحة، معناها لازم تمشي في هذا الهدف. لكن إذا أهملتي هذا القرار معناها لن يذكرك التاريخ إلا كامرأة مضيعة لنفسها، مضيعة لأولادها، مضيعة لزوجها، مضيعة لمجتمعها كله. لأن المرأة اليوم ما هي امرأة ضعيفة، المرأة أساسا ما كانت عمرها ضعيفة، وليست هي مستضعفة، وليست هي جاهلة. اليوم المرأة عندها كل الإمكانيات التي لم تكن متوفرة لها، عندها كل المؤهلات، عندها كل القدرات، وكل شيء يساعدها أن تكون امرأة مختلفة. فهنا إذا نحن نرجو أن نحن نكون من النساء التي يصنعون التاريخ، يصنعوا فرق من خلال ما يمارسه في الحياة، من خلال الأهداف التي يصنعونها في الحياة. اليوم احنا نبغى نكون من النساء اللواتي يذكرنا كنساء السلف الصالح، كالنساء المؤثرات. احنا نبغى يذكرون أبناءنا في مجالسهم لما يتذكر يقول أمي علمتني هذا الشيء، أمي فهمتني هذا الشيء، أمي لقنتني هذا الشيء، أو هذا السلوك أخذته عن أمي، أو هذا الفعل ورثته عن أمي. هذا هو الذكر الذي نحتاجه ونتطلع إليه في حياتنا، وهو ليس بصعب وليس حكر على الرجال. لكن مع الأسف الشديد بعض النساء يظنوا أنه هذا الشيء فقط في هذا الذكر أو في صناعة التاريخ أو في ترك أثر هو خاص بالرجال، وليس خاص بالرجال، إنما المجال متاح حتى للنساء. المسألة فقط تحتاج نية صادقة وعزيمة عالية مع الله سبحانه وتعالى ووضوح رؤية في هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من النساء الصالحات المؤثرات اللواتي يتركن أثرا في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأولادنا وعلمنا، وأن ينفع بنا وينفع بنا الآخرين، وينفع بعلمنا هذا أنفسنا. ألتقيكم بحول الله تعالى الثلاثاء القادم في نفس الموعد مع نساء صنعنا التاريخ.